شكرا لزميل طارق بوفليح، وشكر خاص كذلك لجمال ومحمد زكريني على كل صغيرة وكبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اليوم تبدأ رحلة الحلم نحو المونديال 2026 خطوة بخطوة نحو الهدف الأكبر في المشاركة الخامسة في تاريخ الخضر. المنتخب الجزائري بقيادة المدرب قلت فلاديمير بيتكوفيتش المتواجد أمامنا على الصورة يبدأ اليوم رحلة البحث عن التوليفة الأساسية في هذه المحطة التي ستسمح بتصحيح الأخطاء وضبط الإيقاع وتعديل الأوتار قبل الدخول إلى غمار المنافسة. نستمع معا إلى الناشدين الوطنيين ثم نعود إليكم. And now, Algeria's national anthem. فاشهدوا مشاهدينا الكرام حين يعلو صدى النشيد الوطني الجزائري قسما تتوقف الانفاس وترتجف القلوب فخرا وعزة. كلمات خالدة لا تروي مجرد تاريخ بل تشعل نار الصمود في كل جزائري وتذكر بالعزيمة التي لم تنكسر والتضحيات التي لا تنسى. من كل نغمة يولد شعور لا يقهر، قوة في الإرادة، صلابة في الروح، وإصرار على رفع راية الوطن عاليا. قسما ليس مجرد نشيد أو رسالة حياة ووعد ولاء وشعلة تلهب النفوس وتجعل كل لحظة فرصة لتجديد الحب والوفاء للوطن. سيدير هذه المواجهة مشاهدينا الأفاضل الحكم الإيطالي أو طاقم تحكيمي إيطالي بحكم الساحة أندريا كولومبو، المساعد الأول دافيدي إمبريلي، والمساعد الثاني خالد بحري من أصول تونسية. تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، قام ماستيل، أشرف عبادة، ريانيت نوري، بالعيد، رامي بن سبعيني، زروقي، تطراوي، عوار، عمورة، محرز. 35 سنة، 111 مباراة، 37 هدف. والعائد أمين قويري، 26 سنة، 18 مباراة و6 أهداف. فريق البث المباشر لمباراة الأرجنتين والجزائر في الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026. قبل بداية المباراة، إذا أعجبك الفيديو التقديم التشويقي والتحفيزي للمباراة فلا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد أولا بأول. كما ستجد في نهاية الفيديو جميع المعطيات المهمة الخاصة بالمباراة من موعد وتوقيت إلى الإحصائيات والترتيب، إضافة إلى معلومات حصرية وشاملة حول المواجهة. شاركنا رأيك في التعليقات. من سيفوز اليوم في المباراة، الأرجنتين أم الجزائر؟ تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب أوروهيد بمدينة كانساس الأمريكية، حيث يلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره الأرجنتيني في مباراة الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الأربعاء 17 من يونيو 2026 في اختبار حقيقي لقدرات المنتخبين. ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب إيسلندا بثلاثية نظيفة يوم 9 من يونيو على ملعب جوردان هير، مواصلا سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيق 7 انتصارات متتالية في تأكيد جديد على قوة بطل العالم واستقراره الفني. في المقابل، يعيش المنتخب الجزائري فترة مميزة تحت قيادة جهازه الفني